السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم أحلى إخوات في الدنيا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة ووصفة سهلة وبسيطة من وصفات شيف السعادة. معانا النهاردة بقى الوصفة اللي كتير قوي طلبوها مني إن أنا أنزلها على القناة، وكل حبايبي وصحابي اللي طلبوها مني النهاردة الحلقة دي ليكم. كل التكات والتركات الصغيرة اللي هتطلعي بيها أحلى بيتيفور دايب وناعم زي بتاع المحلات ومتماسك، والنقشة قدامك زي ما هي، زي ما دخل زي ما خرج، حاجة كده اللهم بارك. بطلع منها أحلى أوردرات. صدقيني لو بتعملي شغل أوردرات هتعمليها وانت مطمنة. يلا بقى نسمي الله ونشوف المقادير بتاعتنا. أنا معايا طبق حاطة فيه كيلو إلا ربع زبدة. الزبدة دي كانت بايتة في التلاجة، بس أنا جيت من بالليل خرجتها على الرخامة والصبح اشتغلت فيها، بحيث اما انت تحطي صبعك فيها تضغط لتحت كده، بس في نفس الوقت ساقعة. أنا بدأت إن أنا أضربها بالمضرب الأول زي ما احنا شايفين، بفكها من بعضها، ودي حاجة مهمة جدا. أول حاجة أنا بساعد إن الزبدة تهيش أكتر، وإن البيتيفور بتاعي يبقى هيش أكتر. وتاني حاجة، اما السكر يتحط على الزبدة مش هيطير بقى يعني ويبقى في كل مكان كده ويطير معايا، لا، الزبدة هتشربه على طول اول ما ينزل. زي ما احنا شايفين انا معايا هنا ربع كيلو سكر بودرة. كل المقادير سهلة النهاردة، مش محتاجة بقى جرامات ولا صعوبة ولا حد يقول لي بالكوباية. كيلو الا ربع زبدة وربع كيلو سكر بودرة. هو ناعم بس انا لازم انخله، لان احنا شايفين كمية التكتلات اللي فيه، والسكر الناعم ما عادش زي الاول، ما بقوش بيطحنوه كويس. فهو لو مش لو حطيتيه بالكور اللي فيه دي، هتيجي بعد كده تلاقي بتفورة معاكي ناشفة ومش مظبوطة، وبتدخل الفرن بتسيح في الصاج. ابدا بقى ان انا اقلب كده بالمضرب تقليبه. اظن شايفين ان هو السكر لا طار ولا حاجه، لان الزبده اوريدي مضروبه كويس، فالسكر اول ما نزل الزبده شربته على طول. انا بقى عايزه الخليط ده اتن اضرب فيه كده ضرب لحد ما يبقى عامل زي كريم شانتيه. دي الخطوه المهمه والتركيه المهمه اللي هتدخلي هوا في البيتيفورايه بتاعتي. انا بوريكي كل المراحل اللي انا بضرب فيها البيتيفور عشان اوصل للمرحله اللي انا محتاجاها. هي دي المرحله اللي انا وصلت لها، اللي هو اتغير لونه وبيض وبقى هايش خالص كده معايا زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك. معايا هنا بقى طبق فيه 3 اصفر بيض وبيضة كاملة. ضروري ان هو يبقى 3 اصفر بيض وبيضة كاملة. بيض ابيض، ما تحطيش بيض بلدي وتقولي الوصفة خربت معايا. لا، بيض ابيض من بتاع المزارع، وما يكونش في التلاجة ابدا، يكون في المطبخ، حتى سواء في الصيف او في الشتاء يكون في درجة حرارة المطبخ. وابدأ احط عليه معلقة صغيرة فانيليا، وبعد كده ابدأ اضيفهم بيضة بيضة على الزبدة بتاعتي، مش دفعة واحدة، بيضة بيضة، واضرب بالمضرب لحد الزبدة ما تتشرب البيض. على 3 دفعات ابدأ اضيف كل البيض بتاعي. معايا هنا بقى كيلو دقيق، وضروري اوي نوع الدقيق يكون كويس جدا، عشان ده ليه عامل مهم في نجاح البيتيفور بتاعي. صدقيني البيتيفور هو السهل الممتنع، يعني الحاجة السهلة الممتنعة اسهل مما يكون. اديكوا شايفين ما خدتش اي وقت في عمايله، بس في نفس الوقت شوية تركات صغيرة بتخلي البيتيفور بتاعك يطلع ولا اروع. صدقيني الوصفة دي هتعتمديها في العيد، وهتعتمديها في كل وصفاتك بعد كده. انا جربت وصفات بيتيفور كتير قوي لحد بصراحة ما استقريت على الوصفة دي. زي ما احنا شايفين العجينة بتاعتي هي متماسكة شوية، وده التيب اللي انا هشتغل بيه. طبعا الكيس التاني، انا عندي كيس تاني بشتغل بيه بصراحة ممتاز، اللي هو الكيس الالماني، بس للأسف في الوقت ده هو كان مبلول، وكنت شغالة بيه كريم شانتيه، فما عرفتش ان انا احط فيه عجينة البيتيفور ابدا، عشان كانت هتبوظ من المية وما كانش نشف يعني. فانا اشتغلت بالكيس بتاعي ده كويس جدا برضو، قماش ومعايا بقاله سنين وما شاء الله عليه. وديت انا هوريكي بقى كذا تيب تشتغلي بيه، كذا شكل تشتغلي بيه، طلعي معاكي كذا شكل. طبعا عجينة الشتاء بتختلف شوية عن عجينة الصيف، انا ما بغيرش فيها اي مقادير، بس عجينة الشتاء بتحسيها يعني بتتكي كده بصعوبة وبتوجع الايد شوية والعجينة نازلة. ده عشان الساقعة بتقفش الزبدة وانت بتنزليها من الكيس. اما في الصيف بتلاقي العجينة معاكي بقى بسم الله ما شاء الله سهلة جدا في شغلها.
كل وقت ليه مميزاته، بس في الشتاء مميزاته ان الصواني لو شكلتيها كلها وركنتيها مش بيجرى لها اي حاجة وقت الخبز. اما في الصيف بتسيح معاكي وبتضطري ان انت تشغلي عليها مروحة شوية عشان تشغليها، عشان تدخليها الفرن. انا شكلت لكم بقى شوية اشكال، شايفين؟ يعني انا بنفس التيب بشكل بيه اشكال مختلفة، اشكال اللهم بارك مختلفة وجميلة وشكلها حلو قوي. كل شكل ليه ذوق معين هيتذوق بيه. شايفين الاشكال والرسمة؟ بسم الله ما شاء الله. الرسمة زي ما ادخلها الفرن زي ما اخرجها. كل العجينة بتاعتي انا شكلتها في الصواني. شايفة الاشكال الجميلة دي؟ وطبعا شكل البتفورة ترجع لك انت بتحبي ايه او ما بتحبيش ايه. وعلى فكرة ممكن تزوقيها بالقمع عادي خالص او بالمكنة، بس في الصيف صعب انها تتشكل بالمكنة عشان بتكون طرية قوي، بس في الشتاء ممكن تشكليها بالمكنة بتاعتك. خلاص انا هبدأ ادخل فرن سخن على درجة حرارة 180 لحد ما يطلع باللون الذهبي ده. شايفة البتفورة عاملة ازاي؟ بصي 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 الجمال. انا عايزاكي بس تشوفي نعومية البتفورة، والبتفورة عاملة ازاي. يعني انا لما بدعكها في ايدي بتمسك في ايديا، شايفة من كتر ما هي ناعمة قوي قوي قوي، يعني فوق ما تتخيلي. اللهم بارك. معايا هنا شوكولاتة سايحة دارك وبيضة، ومعايا فرماسيل. طبعا بقى بترجع لك اي لو حد طالب لوكس، بس الاوردر ده ما كانش مطلوب لوكس. انت لو مطلوب منك لوكس بتدخلي مكسرات في الوصفة بتاعتك. تمام. انا ببدأ الزق بقى كل بتفورة كده يعني انت معاكي بقى، ده بقى ذوق اذواق، يعني الذوق ده اذواق، وانت بتحبي ايه ومش بتحبي ايه. انا بزوق كده باشكال معينة وبالشكل بالذوق بتاعي، وكل شكل نقشة ليه ذوق معين انا بزوقه بيه. طبعا الشكل المدور انا بشكله بالشكل اللي انت شفتوه. وده الشكل اللي هو بيقولوا عليه يعني رجل الاسد زي ما بيقولوا عليه. شايفين عامل زي مخلب الاسد كده. شايفين الشكل؟ انا بقى ببدا اغطسه شوق في شوكولاته بيضه، شوكولاته بني، وابدا احط عليه الفرماسيل زي ما احنا شايفين. وبرده يرجع لك لو انت مش بتحبي الفرماسيل، ده بيبقى على حسب طلب العميله. لو العميله طالبه منك حاجه معينه، ذوق معين، بتعمله لها بالشكل اللي يريحها طبعا. انا لما باجي احجز باخد منهم حضرتك محتاجه فانيليا بس او شوكولاته وفانيليا، محتاجه لوكس مكسرات او محتاجه ذوق عادي. طبعا بيرجع لك الامر. طيب انا بطلع كيلو البتفور بكام؟ كيلو البتفور انا بطلعه ب140 جنيه لحبايبي اللي بيعملوا وصفات اوردرات. الكيلو من البتفور بيطلع ب140 جنيه، وده مكسب الحمد لله مرضي لينا، وبما يرضي الله ما فيهوش ظلم لاي عميل. احنا عارفين ان الحاجة دي بتاخد مجهود وبتاخد تعب وبتاخد وقت في ذوقها جدا، يعني حاجة تستاهل 140 جنيه. واحنا عارفين ان الزبدة بقى ب90 جنيه دلوقتي، الزبدة الفرن انا شغالة بيها. عارفين الدقيق دلوقتي وصل سعره بتاع الحلويات النظيف قوي ل20 و22 جنيه. السكر برضو عارفين ان هو ب20 جنيه. يعني كل حاجة. الشوكولاتة اللي احنا كنا بنجيبه الباكت بحاله ب90 جنيه، اللي هو 2 كيلو ونص، انا دلوقتي باكت الشوكولاتة جايباه ب175 جنيه. شايفين بقى؟ انا خلصت كل كمية البتفور بالفينش اللي يريحك واللي يعجبك وعلى ذوقك خالص. شايفين الشكل الجميل؟ الشوكولاتة طبعا بتمسك على طول لان احنا في الساعة. شايفين الجمال؟ بصي بقى الشكل ده حاجة كده تحفة تحفة تحفة، وبسيط وهادي. شايفة الذوق هادي خالص، ما فيهوش اي بقى نحكشة ولا حاجة. شايفة كل حاجة ليها شكل معين كده، بتغيري اشكالك عشان تنوعي شكل البتفور وتخليه شكله لذيذ. اللهم بارك عليه، تحفة بصراحة. حتى اللي خدوا مني يعني قالوا بسم الله ما شاء الله، كان جميل جدا وناعم ودايب دوب كده، دايب دوب. وريحته بقى مش عايزه اقول لكم الريحه بتاعته عامله ازاي يا جماعه، فظيع فظيع يعني. اللهم بارك، وبالهنا والشفا لاصحابه. طبعا انت بتشكلي، وعايزه اوريكم الرسمه يا جماعه. انا مبسوطه قوي بالرسمه، انها طالعه كده متساويه ومظبوطه. شايفين زي ما دخلت زي ما خرجت، ما اتغيرتش ابدا. وده انا عاملاه شوكليت بس، مش حاطه عليه اي فرماسيل، هي حبه كده زي ما احنا شايفين اهو.
طبعا ده اختيارات ليكي، بتحبي ايه او متحبيش ايه. وصفة سهلة من مطبخنا، وكل سنة وانتم طيبين، والعيد الصغير ان شاء الله تجربوا وصفتي وتقولوا لي في الكومنتات. فلو عجبك الوصفة بتاعتي لايك وشير واشتراك في القناة. انا نجوى، ودي قناتي شيف السعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.